السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل فترة سنين عدت، قبل 35 سنة، واحد يقول طلعت على كابرش، تعرفون الكابرش القديمة هذه موديل الثمانينات، يقول طلعت فيها للبر، يقول حالي تمشى بهالبران إلا أنا ببسط شعيب والشعيب كله مي، ودخل مي داخل السيارة وعيتها لا تشتغل. جلست بالسيارة، دنيا ليل، حل الليل عليه طبعا، هو طالع بالنهار، دنيا ليل وخرمس. يقول ما أدري إيش جاني، يقول ولعت اللمبة اللي هنا هذه اللي فوق، كانت في لمبة كذا، يقول نظرت بمراية، ناظر وجهي أنا أحس نفسي مزيون يعني، بس ناظر نفسي كل ما أشوف مراية. يقول ما يهمني الموقف اللي أنا فيه، صحيح موقف مرعب إني لحالي بلبر السيارة متعطلة. وعلى فكرة ترى النوع السيارات هذه إذا جاها مي خلها تنشف تشتغل، هو يعرف النظام هذا، قال يلا خلنا نجلس بالسيارة وقت فراغ، تعرفون قبل ما في جوال ولا شيء ولا. يقول نظرت نفسي بمراية هذه، يقول خزيت نفسي خز، يقول يوم أنا أدقق إلا في منظر مرعب وراي. يقول راكب ورا بالسيارة، يقول أعوذ بالله، يقول جني ده، يقول شكله مرعب، يقول ما ينوصف، ما أدري شلون، يقول ما أدري شلون شكله، الزبدة تشوف شكله أنت تموت من الخرعة، ما أدري، يقول ما ينوصف، ويصرخ على صوت. يقول سبحان الله، يقول عقب ما شفت المنظر هذا شغلت السيارة اشتغلت، يقول بسرعة على البيت. أعوذ بالله. ترى فعلا يا أخي لا تكثر أنك تشوف نفسك بالمراية، والله فعلا ترى ما قاعد تفلسف، لكن سمعت ناس تقول خصوصا يعني بالمغرب ولا بالحمام، وقت المغرب ولا بالحمام لا تناظر نفسك كثير بالمراية. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني والله يحفظكم من الجن ويعطيكم العافية ومع السلامة.